السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في فيديو جديد على قناتنا، قناه جرب وصفتي. الفيديو النهارده فيديو حلو جدا. بتمنى لو الفيديو لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوا قناتي، عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي، وتشير الفيديو عشان الفيديو يوصل والكل يستفاد. يلا بينا نسمي الله ونبدا مع بعض الفيديو. عايزين نعمل في الجو الحر ده وصفه تكون سهله كده وسريعه، ما تاخدش معانا وقت ولا مجهود خالص. هنبدا مع بعض الوصفه اللي انتوا هتشوفوها معانا دي. معايا كده حله على النار، هنحط فيها كده قطعتين من الدهن او قطعتين من اللي هي الضاني وشويه كده من الزيت في حله سخنه معايا على النار. وهبدا ان انا اسيحهم معايا كده كويس لحد لما احس ان الدهن معايا بدا يسيح شويه. بعد كده بقطع معايا قطع حلوه من اللحم، اي قطعه من اللحمه، بس تفضل تكون قطعه من اللحمه تكون ناعمه. ببدا ان انا اقطعها، يا اما تقطعيها مكعبات او شرايح، بس ما تكونش حجم اللحمه تخين، يعني عايزه حجمها يكون صغير علشان احنا هنشوحها وهتستوي معانا من غير ميه. زي ما انتم شايفين كده ببدا انزلها معايا تاخد صدمه، والحله معايا سخنه كويس، وببدا ان انا اقلب فيها كده. لازم الحله معاكي تكون سخنه علشان اللحمه معانا تاخد الصدمه على طول، وتحافظ على القوام اللي هو الجوسي بتاعها والطرايه بتاعت اللحم. بعد ما اتشوحت معايا بجيب معايا بصلتين 3 4 على حسب ما انت بقى حابه، يعني زودي في البصل شويه حلوين. بقطعهم كده زي ما انتم شايفين، وبقطعهم يا اما قطع جوليان كده طويله، وده الافضل علشان هتاخد معاكي شويه في التسويه، فالبصله معاكي ما تتهريش. بحط عليها كده شويه من الفلفل الاسود، وابدا ان انا اقلب معايا كده اللحمه معايا على البصل تقليبه حلوه. طبعا في الوقت ده ريحه اللحمه ما اقولكوش، الريحه تحفه ماليه الدنيا. ريحه البصل مع الفلفل الاسود بتعمل ميكس كده وريحه رهيبه. ببدا انزل كده معايا بشويه من الفلفل الاسود، شويه كده من بهارات اللحمه، ورقتين من الورق اللوري، حبيتين من الحبهان، معايا كمان رشه جوز الطيب، وبضيف كمان معايا عودين من القرنفل وعود من القرفه الخشب. زي ما انتم شايفين كده كل البهارات اللي انت بتحبي تحطيها على اللحمه، وهبدا اقلب كده معايا اللحمه تقليبه كويسه لحد لما البصل والبهارات وكله يتبل في بعضه. في الفتره دي بقى هروح جايه مغطيه على الحله، وهسيبها مع نفسها كده شويه حلوين على نار هاديه خالص تستوي براحتها. قبل ما اضيف عليها الاضافه الجايه هبدا ان انا اقطع، بعد ما تستوي كده شويه هبدا اضيف عليها شويه كده من الفلفل الاخضر والاحمر، فلفل حار سبايسي لو حباها تكون حاره، حباها تكون بارده عادي، فلفل رومي. هبدا ان انا اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه، ومعايا كده قطع من الطماطم متقطعه كويس، وهبدا ان انا انزل بيها معايا على اللحمه. هبدا ان انا اقلبها كده تقليبه سريعه، وبعد كده هغطي عليها وهسيبها معايا لحد لما تستوي مع بعضها. بعد كده بقى هبدأ اضيف معايا شوية كده من الملح علشان اظبط معايا طعم اللحمة، ويكون كده اخدت من الملح بتاعها. طبعا بنأخر الملح شوية لحد لما تكون مثلا 3/4 تسوية، عشان ما يأخرش معانا تسوية اللحم. بعد كده بقطع معايا بطاطس مكعبات، وابدأ اضيفها معايا على القطع اللحمة. زي ما انتم شايفين، يعني البطاطس بخليها يعني احطها متأخرة شوية على بال ما اللحمه تكون استوت، يعني 3/4 سوا، علشان معايا البطاطس ما تتريش. طبعا ما بتاخدش تسويه معايا، بسيبها معايا لحد لما تستوي وبتطلع معانا بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه. وصفه سهله وجميله، طعمها في منتهى الجمال وما بتاخدش وقت. طبعا كلنا في الحر عايزين نعمل حاجه سهله وبسيطه ما تاخدش وقت معانا. دي من الوصفات السهله اللي ما بتاخدش وقت معاكي، وكمان حله واحده مش تغسلي بقى مواعين وتكركبي الدنيا. الوصفه دي وصفه سهله وجميله، بتمنى ان هي تعجبكم. زي ما انتوا شايفين اللحمه مستويه وطعمها حلو، ما ضفتش عليها اي شويه ميه خالص ولا شوربه ولا اي اضافات سوائل خالص. هي استوت من السوائل اللي في اللحمه نفسها، وكمان السوائل اللي في البصل والطماطم. ما ضفتش لها اي ميه خالص. اعمليها بالطريقه دي هتطلع معاكي طعمها في منتهى الجمال وهتعجبك. بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم. بتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. في انتظار تعليقاتكم، ولو حابين اي استفسار عن الوصفه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات. ولو عندكم اي وصفه حابين نعملها مع بعض يا ريت تكتبوا لي تحت، وانا ان شاء الله هنعملها مع بعض. بتمنى فيديو النهارده يكون فيديو خفيف ولطيف عليكم، وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.